كيفاش انت كمغربي تقدر تستافد من الحرب اللي نايضه دابا ما بين الصين وميريكان؟ ميريكان فرضات 125% ديال الضرائب على اي منتج كيوصلها من الصين، لكن الا ناضت شي شركه من الصين وجات للمغرب وحلات المصنع ديالها، هذاك البرودوي غيتصدر للميريكان غير ب 10% من الرسوم الضريبيه اللي فرضها ميريكان على المغرب. وهذه فرصه باش تقدر دير ستارت اب ديالك في المغرب وتحاول تستقطب بعض الاستثمارات الاجنبيه، منها تاخذ دعم من الدوله، وكذلك الشركات الصينيه اللي غتستقطبها تعرف بان المغرب واحد الارض خصبه باش يديروا الاستثمار ديالهم. وكمثال على ذلك كلنا كنعرفوا بان ايلون ماسك غادي يحل واحد المصنع ديالو ديال صناعه السيارات ديال تسلا هنا في المغرب، وقيمته 5 مليار دولار، وهذا الشيء كامل باش يقدر يتجنب العقوبات والضرائب الامريكيه، لان تسلا ديك الساعه غتكون صايبات المغرب. زائد كاين حتى القضيه ديال لا ديستانس، فاش غيليفري السياره ديالو. المغرب كدوله في شمال افريقيا قريبه ليه للدول الاوروبيه فين كيصدر السيارات ديالو، ومنها يقدر كذلك يتوغل للسوق الافريقيه. بغيت رايك في التعليق، تقول لي واش هذه الفكره هذه تقدر تصدق هنايا في المغرب.